ولد ريتشارد سورج في عام 1895 في مدينة باكو، تلك المدينة الواقعة على شواطئ بحر قزوين، والتي كانت آنذاك ضمن الإمبراطورية الروسية. كان أبوه ألمانياً يعمل في شركة نفط، وأمه روسية. في سن مبكر انتقلت العائلة إلى ألمانيا، وهناك نشأ ريتشارد على مزيج من الانضباط الألماني والروح الروسية. وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى، لم يكن أمامه خيار إلا أن يتطوع كمجند بالجيش الألماني. قاتل ببسالة، لكن إصاباته في المعركة تركت فيه جراحا جسدية ونفسية عميقة، وبدأت أفكاره تتغير. خرج من الحرب ناقما على النظام الرأسمالي والإمبريالي، وانضم إلى الحزب الشيوعي الألماني ليبدأ أول خطوة في طريقه نحو الجاسوسية. في أواخر العشرينيات لفت سورج أنظار الاستخبارات السوفيتية NKVD، شخص يجيد الألمانية والروسية بطلاقة، يملك كاريزما ساحرة وذكاء خارق، ويؤمن بالشيوعية حتى النخاع. فما كان من الاتحاد السوفيتي إلا أن جنده ودربه وأرسله في أخطر مهمة استخباراتية في التاريخ. مهمته الجديدة: اختراق الحكومة اليابانية من الداخل، ومعرفة نواياها العسكرية تجاه الاتحاد السوفيتي. عام 1933 يصل سورج إلى طوكيو متنكرا في هيئة صحفي ألماني قومي يعمل لصالح صحيفة ألمانية ومقرب من الحزب النازي. كان غطاءه محكما لدرجة أن النازيين أنفسهم وثقوا به، بل عينوه مستشارا سياسيا للسفير الألماني في اليابان. فتخيل، جاسوس سوفيتي يتنقل بكل حرية بين أعضاء السلك الدبلوماسي النازي، بل وداخل الدوائر اليابانية العليا. أنشأ شبكة تجسس قوية نقلت كل ما يحدث في طوكيو إلى موسكو أولا بأول. وفي عام 1941 كان سورج على موعد مع التاريخ. علم أن هتلر يستعد لغزو روسيا، عملية بارباروسا، وأرسل تحذيرا صريحا إلى موسكو: الهجوم سيبدأ في يونيو من دون إعلان حرب، استعدوا. لكن المفاجأة الكبرى لم تكن هنا، بل في المعلومة الأخطر التي كشفها: اليابان لن تهاجم روسيا من الشرق، بل ستتجه جنوبا نحو المحيط الهادئ. هذا كان المفتاح لإنقاذ موسكو، لأن ستالين الذي كان يظن أن اليابان ستهاجمه من الشرق كان يحتفظ بقوات ضخمة لحماية تلك الجبهة. لكن بعد تأكيدات سورج نقل تلك القوات فورا إلى جبهة الغرب، ونجح في صد الهجوم النازي على العاصمة. ريتشارد سورج أنقذ موسكو وأنقذ روسيا كلها من الانهيار، لكن لكل بطل نهاية. في أكتوبر 1941 تمكنت الشرطة اليابانية من كشف شبكته التجسسية. تم اعتقاله وتعذيبه، لكنه لم ينطق بكلمة واحدة. رفض السوفيت الاعتراف به أو المطالبة به خشية كشف هويته. وفي عام 1944 أعدم ريتشارد سورج شنقا في أحد سجون طوكيو، ومات الجاسوس الأعظم. سنوات طويلة مرت دون أن يذكر اسمه، حتى جاء عام 1964 حين اعترف به الاتحاد السوفيتي رسميا، وقلده لقب بطل الاتحاد السوفيتي، أعلى وسام في البلاد. ربما لم يحمل السلاح على الجبهة، لكنه غير مجرى الحرب العالمية الثانية بمعلومة واحدة فقط: ريتشارد سورج أخطر جاسوس في تاريخ البشرية. إن أعجبتك هذه الحلقة فلا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد من خلاصة الكتب والحكايات المفيدة والملهمة. وشاركنا رأيك في التعليقات. كان معكم إبراهيم قمورة، صوتك لعقل مختلف.